متنكرين بزي الجلباب النسائي، قام بمباغتته وقتله رميا بالرصاص عند باب منزله يومين قبل عيد الفطر، بينما كان يهم بدخول مرآب منزله رفقة زوجته قبيل منتصف الليل. تفاجأ رجل الأعمال والمقاول بن يحيى عبد الرزاق المدعو حسن بشخصين مجهولين كان على متن مركبة متنكرين في زي جلباب. أطلق أحدهما النار على الضحية أمام مرأى زوجته وأمام بيته، ثم لاذ بالفرار نحو وجهة مجهولة. جريمة القتل وقعت في منتصف الليل بالقرب من مسجد بطريق تزوت ببتنة، وضحية مقاول ورجل أعمال معروف بولايتي بتنة وخنشلة. المغدور بن يحيى عبد الرزاق مقاول له عدد من المشاريع بقطاع طرقات بولاية خنشلة، منها شطر ربط خنشلة بالطريق السيار. المغدور يستغل محجرة خاصة بولاية خنش، وشهدت هي الأخرى جريمة مقتل حارسها العام الماضي. وآخر ظهور له كان خلال زيارة والي خنشلة منذ أيام للمشروع. بينما لا يزال المجرمون في حالة فرار، ومصالح الأمن تكثف من مجهوداتها لكشف الفاعلين. فأي قلب يملكه المجرمون؟ فلا يحترم حرمة الشهر الفضيل الذي نحن فيه، ولا أيامه العشر الأخيرة المباركة، ولا حرمة المكان أين وقعت الحادثة قرب مسجد. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه. لا تنسوا الاشتراك بقناتنا ليصلكم كل جديد.